مرحبا بكم متابعي قناة سؤال. سنعرض عليكم اليوم قصة الأسد الكرار والبطل المغوار الذي شاع ذكره في الأقطار وأذل بسيفه كل صنديد وجبار، المهلهل بن ربيعة، صاحب الأشعار البديعة والوقائع المهولة المريعة، وما جرى له في تلك الأيام مع ملوك الشام وفرسان الصدام من الحوادث والوقائع التي تطرب القارئ ويلذ بها السامع. ولكن قبل الشروع في هذه السيرة الغريبة وأخبارها المطربة الغريبة، رأينا أنه قبل أن نبدأ ألا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا لنبدأ. يقول الزير سالم: وقلب الزير قاس لا يلينا، وإن لان الحديد ما لان قلبه. تعد قصة الزير سالم واحدة من أجمل وأروع القصص التي تناقلتها العرب عبر التاريخ. ولعلك تعلم عزيزي المشاهد أن العرب تناقلت كثيرا من الأخبار والأيام، وخلدت أسماء الكثيرين من شعراء وحكماء وفرسان في ذلك الزمان. وكانت شخصية الزير سالم أحد هذه الشخصيات التي حيرت الأنام، وكثرت فيها المغالطات حتى صارت وكأنها شخصية من نسج الخيال والأوهام، فصاحبها بطل أسطوري لا يشق له غبار، وشاعر فحل حفظت له الأشعار. فهو أول من قصد القصيد، أي جعله قصائد طويلة، وأول من كذب بالشعر وأرقه، حرك برثائه وبكائه الأعراف القبلية، ولعب على أوتار الجاهلية، فقتل قبيلة بأكملها ومسحها عن بكرة أبيها. إنه بالمجون واللهو قد اتصف. نعم، إنه الزير سالم الذي اختلف الباحثون في اسمه، فقيل سالم وقيل عدي. فهو عدي بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب ابن عمرو بن غنم ابن تغلب بن وائل. ألقاب الزير سالم المختلفة. لقب الزير سالم بأكثر من لقب، فقد لقب بزير النساء أي جليسهن، كما لقب بالمهلهل وكني بأبي ليلى. لقب بالمهلهل لأنه كان يلبس ثيابا مهلهلة، كما يقال بأنه قد لقب مهلهلا لأنه هلهل الشعر أي أرقه. كني بأبي ليلى وذلك لرؤيا رآها في صغره، فرأى نفسه ينجب فتاة اسمها ليلى يكون لها شأن عظيم، فلما أنجب فتاة سماها ليلى وزوجها بكلثوم بن مالك، وأنجبت منه عمرو بن كلثوم بن مالك صاحب المعلقة الشهيرة. قصة الزير سالم. كان الزير سالم أبوه ربيعة بن دهر، وأخوه مرة بن دهر أبو جساس. وكانت القبائل في المخواه جنوب السعودية، وكانت قبائل عربية متناحرة غير القبيلتين هذه كانت متفاهمة، وكان ربيعة أبو الزير سالم رئيس القوم وكبيرهم. وقد بدأت القصة لما كان أبو الزير سالم ربيعة في غزوة على شمال الجزيرة العربية، وانتصروا على جيوش الملك الكندي، وكان التناحر قائما بين الملك الكندي والملك الحميري التبع اليماني. وكان الملك الكندي في جبل العارض قبل مفرق وادي الدواسر، وكانت اسم هذه المعركة السلاه. ولما علم التبع اليماني بذلك غضب، وسار التبع اليماني بجيشه إلى الجزيرة العربية، وأسر أبو كليب ربيعة وقتله شنقا. ومن هنا بدأت القصة بين التبع اليماني ووائل بن ربيعة. وكان يلقب بكليب، وكان كليب يريد الثأر لأبيه من التبع اليماني، ولكن في تلك الأيام كان كليب ما يزال صغيرا، وكان الزير سالم أيضا صغيرا. ثم رجعت الأوضاع كما هي عليه حتى صارت الجزيرة العربية كاملة، وذلك تحت حكم التبع اليماني. وكان الحارث بن عباد من الفرسان الأقوياء، ولكن لم يكن يستطيع الإنجاب، وكان يتزوج في اليوم 3 زوجات من أجل الإنجاب، ولكنه لم ينجب. والدليل على ذلك لما أراد الزير سالم قتل جبير، سأله الزير سالم قائلا: من هو خالك يا فتى؟ فلم يجب عليه، وذلك لأن ابن عباد تبناه كولد له،
كبر كليب وتدرب على فنون الحرب وصار من أشجع فرسان الجزيرة العربية. وكبر أيضا الزير سالم وكان كبير الجثة ومن خيرة الفرسان أيضا، لكن كان الزير إنسانا هوائيا يحب الخمر والنساء. البسوس هي خالة جساس، وجساس كان من أشجع الفرسان وكان أميرا ومن أكرم العرب. همام كان من أشجع الرجال وكان قد قابل جيشا وحده وكان صديق الزير سالم الحميم. امرؤ القيس ابن أبان من أكرم العرب نسبا وأشجعهم، وكان كليب وامرؤ القيس بن إبان يعتنقون الديانة النصرانية ولم يكن لهم في النساء والخمر. كبر كليب بن ربيعة وصار رجلا وفارسا قويا، وكانت تلك السنة سنة قحط على جميع العرب. وكان الملك التبع اليماني يريد زوجة، وقد وصل إليه جمال الجليلة فطلب يدها في ذلك الوقت، وكان قلب الجليلة معلقا بين كليب وبين الزير، ولكم كانت تميل للزير أكثر من كليب، لكن كليبا طلبها من أبيها وقد التزم أبوها مع كليب بالعهد. وصل رسول التبع اليماني للعرب، وكان لكليب صديق يضرب الأرض، هو عراف أو منجم، وقد ضرب الأرض لكليب. وقال المنجم: ليس لك وسيلة لكي تصل إلى التبع اليماني غير الحيلة ولبس ملابس قشمر. وبالفعل فعل كليب ما قاله العراف، وذهب للتبع اليماني هو ومن معه في القافلة. وكان المنجم قد قال لكليب: هناك سلسلة على باب التبع اليماني، من يمر عليها يعرف ما في نيته ويعرف من يريد الشر به. وكانت السلسلة معلقة على باب مجلسه الذي يجلس فيه. وخاف قشمر عندما أراد أن يدخل إلى المجلس، فقال التبع اليماني: ما بك يا قشمر؟ قال قشمر: أنا أخاف من السلاسل، أحس أن فيها شيئا أكرهه. ضحك التبع اليماني وأمر بإبعاد السلسلة، وبالفعل تم إبعاد السلسلة من مكانها، ودخل قشمر إلى غرفة التبع اليماني، وتبارز كليب مع التبع. وبعد أن قال له: أنا وائل بن ربيعة، وها أنا ذا آخذ بثأر أبي منك يا ظالم، قال التبع اليماني: لدي قصيدة قبل أن تقتلني. وقال التبع اليماني القصيدة كاملة، وكان فيها سرد الأحداث التي سوف تحدث. وأبلغه التبع اليماني أنه سوف يقتل، وأن الزير سوف يقتل بني مرة جميعا، وتقع حرب طاحنة بين أبناء العمومة. وبشر أيضا التبع اليماني بالرسول، وبشر بالإسلام، لأن التبع اليماني كان معتنق النصرانية أيضا. وتم قتل التبع اليماني، ورجعت الجيوش إلى العرب ونصبوا كليبا عليهم ملكا. جساس كان أميرا وكريما وشهما، ولما تولى كليب الملك وتزوج بالجليلة، طلب الجساس من كليب أن يرجعوا لديارهم، فأمر كليب برجوعهم لديارهم. وكان جساس هو أمير القوم رغم حداثة سنه. بني مرة ضربوا الأرض عن منجم، وقال المنجم: أنت يا جساس سوف تقتل كليبا، والزير سوف يقيم عليكم حربا طاحنة تبيدكم عن وجه الأرض، فحاولوا أن تتخلصوا منه. وكان الهدف والمقصود هنا هي الجليلة. ولما أبلغوها، أي أبلغوا الجليلة، لأنها تحب الزير سالم، والزير بطبعه كانت حياته كلها لهوا بين النساء والصيد والخمر مع صديقه همام، فأرادت الجليلة أن توقع بين كليب وأخيه، فقالت: إن الزير سالم يغازلها ويتحرش بها. فقام كليب بطرده من القصر، فرجع الزير واعتذر من أخيه وقال: لن أدخل القصر مرة أخرى. وغادر القصر، وعادت الجليلة تقول: يا كليب، إن الزير أخاك مع الرعيان مخنثا، لقد فضحنا بين العرب. فأمر كليب بطرده من الديار. ومرة تلو الأخرى تحاول الجليلة أن تجعل زوجها يقتل الزير سالم، لكن كان قلبها يتقطع على الزير سالم ولا تريد به الأذى، لكن تلبية لرغبة أهلها. وقالت الجليلة لكليب: إنها تحتاج لحليب السباع لأجل الحمل، وهي أصلا مكيدة لكي تأكل السباع الزير سالم وتتخلص منه. وذهبت الجليلة تبلغ الزير، فأراد الزير سالم أن يذهب بدلا عن أخيه كليب، وذهب الزير وحده لوادي السباع. والزير كان قويا جدا وضخم الجثة،
وفارسا لا يشق له غبار. وعندما ذهب ليحضر الحليب وجد لبؤة حديثة الولادة، فأمسكها الزير سالم وعقلها وألبس الخطام في فمها وربطها هي وأشبالها بالحبال، ثم ركبها وجعل الأشبال يمشون خلفه حتى وصل إلى القصر، ونادى كليب قائلا: يا أخي، هذه هي اللبؤة، وضربها ضربة على رأسها فطاحت اللبؤة مغمى عليها، وتم حلبها وأعطى الحليب للجليلة. فعندما رأى كليب ما فعله الزير سالم قال كليب: لا خوف علي إن كان الزير أخي. وعرف كليب بالمكيدة، فقال: الذي بيني وبين الزير أكبر من أن تفسده امرأة مثلك. وغضب كليب منها، فعادت البسوس الحاقدة إلى الديار وهي تجر أذناب الهزيمة والحقد على كليب، ذلك الذي أصبح ملكا للعرب، فأرادت أن توقع بينه وبين العرب حربا، وذهبت إلى قبائل بني بكر، وذلك لأنهم أقرب الناس إليها، وكان معها ناقة اسمها سراب، وكانت تريد أن توقع الحرب بأي شكل من الأشكال. وقد حاولت أكثر من مرة ولكنها لم تستطع، لأن مرة بن دهر يمنعها، وكانت الجليلة تعرف ما في نفس البسوس وكرهها لكليب الذي قتل التبع اليماني ووزيره نبهان، ذلك الذي كانت تحلم بالزواج منه. عادت البسوس بناقتها للديار، وكانت تحلم أن ينكح علال بعير كليب ناقتها سراب. وكان كليب يمنع علال من الخروج للمراعي لخوفه عليه، ولكن أخذت البسوس تدخل ناقتها مع الإبل التابعة لكليب، ويمنعها كليب كل مرة. وقد استدعى كليب جساس وأخبره بالأمر، فمنعها جساس، ولكن تلك العجوز لم ترضى وعادت إلى أفعالها من جديد. فاستحلف لها كليب وراسل إلى جساس وقال له: إن رأيت الناقة مرة أخرى سوف أقتلها. وبالفعل ذهب جساس إليها وطلب منها أن تمنع ناقتها، ولكن لا فائدة من الكلام، فعادت وأخرجت ناقتها مع إبل كليب. وهذه كانت المرة الأخيرة، فجاء كليب ورمى ثدي الناقة بالسهم، فانفقع ثدييها وماتت. ورجعت البسوس لجساس وقالت له ما حدث، فأراد الجساس أن يصلح الأمر مع كليب والبسوس، فذهب يتفاهم مع كليب، ولكن لم ترضى بأي شيء. وكليب استعلى وطرد جساسا من المجلس لما رأى أن جساس بدأ يعلن التهديد، وعندها غضب جساس لما فعله كليب، وأقسم أن يقتل كليبا، وأعلنها أمام الملأ جميعا. وكليب كان لا يصدق أن يحدث ذلك من جساس. وبعدها ذهب جساس إلى الوادي وانتظر كليبا هناك، وقتل كليبا بالرمح في ظهره. وعندها لم يصدق جساس ما فعله، إذ لم يكن يتوقع أن يفعل ذلك بولد عمه. ونزل جساس عن ظهر حصانه وأمسك كليب وهو يبكي ويقول: يا ابن عم، لم أكن أقصد ذلك، وإنما أردت أن أتفاهم معك، ولكنك لم ترد التفاهم، ولكن فيما يفيد البكاء. فمات كليب بتلك الضربة. وعندما علمت البسوس بقتل الجساس لكليب، ذهبت هي وعبدها وقامت بفتح بطن كليب، وأخذت كبده وأكلتها احتفالا بموت كليب. وقبل موت كليب كتب القصيدة المشهورة إلى أخيه الزير سالم. لما سمع الزير سالم بموت أخيه أخذ أكثر من سنة كاملة وهو يبكي أخاه ويتحسر عليه، وقد رثاه الزير بأحسن القصائد وأجمل الأشعار، حتى ظنت العرب أن الزير سوف ينسى ثأر أخيه. وأول من قتله الزير من قوم بني مرة هو شيبان بن همام، ولم يقتله كما في المسلسل، ولم يبكي عليه، إنما قتله وأرسله في تابوت خشبي إلى أبيه، قال له: لن يبقى من بني مرة صافرا يمشي على وجه الأرض. وأول الحرب تدخل الحارث بن عباد لكي يصلح الشأن مع الزير سالم، وأرسل ابنه جبيرا له يقول: اقتل ابني بأخيك كليب واحقن دماء العرب. فقتله الزير بشسع نعل كليب. وقال الزير: إن من ينهاني عن ثأر أخي لا حياة له. أول الحرب نشبت بين الحارث بن عباد وبين الزير سالم، وقد أباد الزير الحارث بن عباد وقبيلته كاملة من على وجه الأرض. وإليكم الوصف الذي قيل عن شكل وقوة الزير سالم. فالزير من طول قامته وضخامة جثته كان يكسر ظهر الحصان الذي يمتطيه،
فليس كل حصان يستطيع أن يركبه، بل يجب أن يكون حصانا بظهر كبير ولا ينحني عندما يضع يده عليه. وكان الزير سالم لا يأخذ أي سيف، فالسيف أعد خصيصا له، ولا يستطيع أي رجل حمله لقوة هذا الرجل. وقد بدأت الحرب الطاحنة التي بين تغلب وبين بكر، والتي استمرت 40 عاما. واليمامة كانت من أشجع النساء والفرسان، وكانت تخوض جميع الحروب مع عمها الزير سالم، وقد تزوجت من ملك من ملوك العرب وأنجبت منه، وكانت الحرب ما زالت عالقة. الجرو كبر ثم رجع إلى عمه الزير سالم، وكان من خيرة فرسان العرب. وليس كما ظهر بالمسلسل، بدأت الحرب وكان شيبان بن همام أول من قتل من البكريين، ثم أرسل إلى أمه وأبيه على تابوت مقطعا رأسه. وأول من قتل في المعركة الأولى هو مرة بن دهر أبو جساس، وقد قتله الزير سالم وقتل 2 من إخوان جساس. كان الزير بعد نهاية كل حرب يجمع رؤوس بني مرة بعد قطعها ويكومها كوما كاملا جانب قبر أخيه كليب. وظلت الحرب سجالا بينهم وبين بني بكر، وظل الزير أكثر من 25 سنة يقاتلهم. وهنا ظهر شيبان بن همام، وهو من خيرة فرسان بني بكر، ظهر بجيش كبير بقيادته، والتقى بجيش الزير سالم في معركة طاحنة. وأول من قتله الزير سالم في المعركة كان شيبان بن همام، وقد قطع الزير سالم رأسه وكومه مع الرؤوس التي معه. الزير قد نزعت الرحمة من قلبه بعد مقتل كليب، فأصبح قلبه قاسيا أقسى من الحجر، لا يرحم ولا يرعى صغيرا كان أو كبيرا. وقد قام بقتل النساء من بني بكر والأطفال أيضا، فكان كل من لقيه من تلك القبيلة قام بقتله. التقى الزير سالم بصديقه همام في معركة طاحنة أيضا، وكان الاثنان يتبارزان بقوة وضروة، ويقال إنه ظلت مبارزتهما أكثر من نصف النهار، وذلك لأن الاثنين كانا فارسين قويين. وفي الأخير قتله الزير سالم وقطع رأسه ورماه مع تلك الرؤوس التي جمعها لبني بكر، وذلك كان بجانب قبر أخيه. وهناك أيضا رؤوس السباع التي قتلها لما أكلت حمار الزير، لعلكم تذكرون لما قال له كليب: لماذا تذهب إلى وادي السباع؟ وقال الزير: لي ثأر مع السباع لأنها أكلت حماري. وكانت قصتها أن الزير سالم كان لديه حمار، ووقف بجانب البئر لكي ينزل ويشرب الماء ويعبئ الماء إلى القصر، وعندما طلع من البئر لقى السباع أكلت حماره، وغضب وقال: كيف لأسد أن يأكل حماري الذي يعلم ببطشي واقتداري؟ وبدأ في ثأره من السباع حتى أزالها من ذلك المكان. وكان كلما قتل سبعا يقول: هذا بدل رجل الحمار، هذا بدل يده، وهذا بدل رأسه، حتى أباد تلك السباع. وكان الزير سالم كلما قتل أسدا منهم يقول مازحا: يا لثارات الحمار. نرجع إلى المعارك. بعد 25 سنة من المعارك بدأ بنو بكر بالفرار من الزير، والزير يلاحقهم من مكان إلى مكان، ولم يستطع أي أحد من العرب أن يوقف تلك الحرب. أصاب الزير مرض في أحشائه، وكان المرض قاتلا وليس فقدا للذاكرة كما ظهر بالمسلسل، وذهب إلى مصر لكي يعالج، ووكل القبيلة إلى امرؤ القيس بن أبان، وتعالج لمدة 2 وليس 10 سنوات كما في المسلسل. وعاد الفارس الهمام من مصر بكل قوة وإنجاز للقتل في بني بكر، وتزوجت أخته فاطمة حجر الكندي أبو امرئ القيس الشاعر صاحب المعلقات، وكانوا يعيشون في قبيلة عمر بن مالك، وغار عليهم أول ما رجع وقتلهم. وقتل عمر بن مالك البكري الذي كان في آخر المسلسل يعذب الزير سالم، وهو لا عذبه ولا اقترب من الأساس، لكن هذا يعد تزييفا في القصة كاملة. اليمامة تزوجت أحد ملوك العرب من بني تغلب، وأنجبت منه 2 من الأبناء، وما زالت تطالب برأس جساس الذي في كل معركة يهرب من الزير سالم، وهو ملحق بالهزيمة من الزير هو وقومه. كبر الجرو بن كليب، واعترفت الجليلة بابن كليب، وأخذه الزير في حماه. وكانت نهاية جساس على يد الجرو بالفعل في مبارزة بين الاثنين، وقتله الجرو بن كليب.
وقد أقسم الزير أنه لن يبقي من بني بكر صافر نار في كل مكان، سوف يقتلهم جميعا. واستمر الزير في حربه على بني بكر، وكل من تدخل لإيقاف الحرب قتله الزير. وكان للزير سالم أكثر من 4 أكوام من رؤوس بني بكر من كثرة ما قتل منهم، وصار الزير من شدة حقده وكرهه لبني بكر يقتل النساء والأطفال. وبعد أن قتل الجرو جساس، بدأ بنو بكر يستسلمون للزير سالم، وكان يحميهم، وكان يغير عليهم في الليل ويقتلهم ويشن عليهم الحروب حتى قتلهم جميعا. بعد أن أنهى الزير سالم بني بكر من على وجه الأرض، كبر في السن وعاد لشرب الخمر، وكان ينام طول الليل عن قبر أخيه كليب وينظر في الرؤوس ويقول: هنا ثأر كليب ليس أي ثأر. الشيء الوحيد الذي كان صدقا في المسلسل هو وفاة الزير سالم. طلب من ابن أخيه الجرو أن يرسله إلى مصر حتى يعالج من آلام الظهر، وأرسل معه الجرو عبدين من العبيد، فصمم العبدان على قتله وأن يقول للجرو أنه قد أدركته المنية. فعرف الزير ما يخططان له، فقال: قد دنا همامي وليس إلا القبر أمامي، فإذا أدركتني منيتي أريد منكما أن تبلغا أهلي وصيتي. قال: وما هي وصيتك؟ فعاهدهما على حفظها وتأييدها، فحلفا له بأعظم الأقسام بأنهما يبلغونها بالكمال والتمام. فقال: إذا وصلتم الحي فأقرئا أهلي مني السلام، وأنشدوهم هذا البيت، وقولا لهم: إني في القبر قد اختبيت. من مبلغ الأقوام أن مهلهلا لله دركما ودر أبيكما. وكرره عليهم حتى حفظاه. ولما دخل الليل ذبحوه ودفناه تحت التراب، ورجعا إلى ديارهما، ودخل على سيدهما الجرو وأعلماه بموت عمه الزير، وقال إنه لسعته حية ومات. فبكى الجرو بكاء شديدا، واقترب العبدان من الجرو وأنشداه البيت المذكور. فلما سمع الجرو هذا استغربه، حيث لا معنى له، فاستدعى بأخته اليمامة، وكانت من أذكى نساء العرب، وعلمها عمها، وأنشدها ذلك البيت، فلطمت على وجهها وبكت، وقالت: إن عمي لا يقول أبياتا ناقصة، بل أراد أن يقول: من مبلغ الأقوام أن مهلهلا أضحى قتيل الفلاة مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. ثم إنهم قبضوا على العبدين وألقوهما تحت العذاب والضرب الشديد، إلى أن أقر بأنهما قتلاه ودفناه، فقتلهما الجرو في الحال. وهكذا انتهت حياة الزير، وقد أخذ بثأره في حياته وبعد مماته. ملاحظات من القصة: الزير سالم والجليلة أقاما علاقة مع بعض، وقد وهبت له نفسها من خلال حبها له، وكان سكرانا وهي كانت تحبه لدرجة الجنون. جحدر لم يذهب إلى الهند، ولكن ظل كما هو جحدر الضعيف الهزيل الذي يستهين به العرب كلهم، لا سيف ولا طول، حتى مات وهو يرعى الغنم. الحارث بن عباد كان مضربا للحق في العرب، وكان قويا جدا، وكانت قوته مستمدة من الجن، ولكن لم يكن أقوى من الزير سالم. اليمامة لم تقابل جبيرا نهائيا، ولم تعرفه ولم تراه. الزهراء كانت متزوجة من أمير من أمراء العرب أيضا، وكانت رائعة الجمال. إخوان جساس كلهم قتلهم الزير سالم وشوه مناظرهم. كليب والزير سالم كان كل واحد منهما لا يلتفت إلا أكثر من 50 فارس. التبع اليماني كان من أشد الفرسان قوة، وفتك بالأعداء، وقال حينما دخل عليه كليب لكي يقتله: قال: كنت أعرف أن قدري على أحد أبناء ربيعة. وقال قصيدته التي تجاوزت 1000 بيت: البسوس ماتت بلسعة حية لسعتها وهي في طريقها للشام. الزير من طول قامته وضخامة جثته كان يكسر ظهر الحصان إن ركبه. سيفه ما زال موجودا في أرض الهلاليين، أرض أبو زيد الهلالي. وانتهت قصة الزير سالم الشجاع الذي قتل قبيلة كاملة من أجل أخيه كليب، والذي عرض في التلفاز لا شيء منه صحيح سوى القليل. وفي النهاية عزيزي المشاهد، اترك في التعليق اسم الموضوع الذي تريده معنا في الحلقة القادمة، وسنقوم بتنزيل جزء عنه إن شاء الله.
ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاهدة الفيديوهات السابقة، وهذا الفيديو خصوصا الذي أول من سجد لإبليس. شكرا النمرود هو من أعظم الملوك الذين حكموا الأرض ومن عليها، وهو أول من تعلم السحر على يد إبليس شخصيا، وأول من ادعى الألوهية. وقد نشأ النمرود في أرض بابل، وكما نعرف أن أرض بابل هي من أعظم الحضارات الموجودة على مر التاريخ. كان النمرود واحدا من أعظم الملوك الذين حكموا الأرض القديمة، آتاه الله من كل شيء